يعني ينتظروا دائما MSN. دكة الاحتياط قوية وقوية جدا، وهذا يمكن يزيد يعطي أكثر قوة للبرسا في آخر الموسم، لأنه في آخر الموسم في حاجة ماسة إلى دكة قوية. واليوم ديمبلي وانيستا وبيكي وباولين وسيميد وفيدال وسيليسين على دكة الاحتياط. وهذا إلى الكامب نو ومجريات مباراة البارسا في الجولة 23 من الدوري الإسباني لهذا الموسم، مع تغييرات كثيرة على مستوى تشكيلة البارسا، منها ما هي اضطرارية ومنها ما هي اختيارية تحسبا لمواجهات قادمة. أول مباراة رسمية بالنسبة ليريمينا الذي كنا نشاهد رفقة ليو ميسي في نصائح أولية قبيل هذه، سيكون على الجهة اليمنى جوردي ألبا، على الجهة اليسرى يريمينا مع لوكاس دين في 22 مباراة. كرة في العمق لسواريز، استلم الكرة ولبسة يد طريقة بالهجوم رودريغيز محاصر بلاعبين. كم كانت رائعة هذه التمريرة وكم كان الصد أيضا رائعا برجله تير شتيغن، وفي خطأ على بوسكيتس هنا. تير شتيغن كان سريع في رقم لويس سواريز، ما تسلل ام لا، الحكم يقول لك لا خطيره بينا. لا شفتوا تجاوب الجماهيري مع مينا، طبعا الكل يتمنى انه سيرجي هايله خطيره، وما زال جوردي البا. لا الدفاع والخطوره بابا وضع التسلل اشار لها الحكم من لويس سواريز، والا كانت اول اخطر في اتجاه رفيق سيرجي روبرتو راكيتيتش. ليو ميسي في وضعيه قلب هجوم، استلم كره بصدره كاد مباشره لميسي. ميسي سواريز خطيره وضع التسلل ببضعه مليمترات ام سنتيمترات. هذه الوضعيه سرعه فائقه في التمرير من ليو ميسي في اتجاه سواريز من هذه الزاويه. نعم ضربت فيها الكره وراحت ركنيه اولى لخطافي. يا تير شتيغن رائعه التمريره هنا خلف الكره هذه يلعبها فيها الوسط. رجعته شيبازاكي بابا رائعه. هل كان هناك وضعيه تسلل ام لا؟ سرح هنا الياباني جاكو شيبازاكي في تمرير هذه الكره. هنا كانت الانطلاق خطافي جول. وضع التسلل يشير لها الحكم مرة ثانية، وإلا التمريرة كانت رائعة واللعبة من لويس سواريز كانت أروع، والارتماء من جايتا لم تصل. جايتا لم يتمكن من صد هذه. عنده الكرة ميسي وصل لسيرجي روبرتو. المخالفة تنفذ أرضية. الركنية الثانية لعناصر المبيد. تلعب الكرة بينية مرفوعة إلى الراسية من داكونان. وين كوتينيو، جوردي ألبا في الوسط. سرعة اللقطة والكرة جعلت الحكم المساعد لا يفهم شيئا. هدف كل 94 دقيقة. ميسي عنده الكرة خطيرة. هل بإمكان البارسا أنه يزيد في الريتم؟ كوتينيو في تسديدة ثانية وكويتا الرائع يخرجها ركنية. الهدف يحرم في هذه اللحظات حتى للثغرة ليو. خطافي وانطلق الياباني شيبازاكي على جهة اليمنى. ديال خالسي بوزو بابا رائع. الياباني كاد يباغت سبورتيو يلعبها في العمق. كرة خطيرة، الكرة خطيرة بابا مينا في التغذية والحكم يقول ركنية. خطافي اليوم ليس خطافي الذي نعرفه. البارسا اليوم ليس البارسا. خطافي مرفوعة من فيصل الفجر. على الطائرة أنتوناش كاد يسجل واحد من أروع أهداف الدوري الإسباني. على الطائر مثل ما جاءت لاعبي خطافي، والانطلاق عن طريق اللاعب رودريغيز. شيبازاكي يلعبها في الوسط وبعيدة. يا كويتا ليو ميسي يستعد. ليو ميسي بعيدة. الكرة هذه بعيدة وعالية تماما، راحت فوق المرمى. ليو انيستا 70 دقيقة ولم يقدر البارسا على التهديف. وهذا تسلل من ليو بيلي وسواريز كدافع ديال بخطافي. وين يا ديمبلي
تمكن فريق خطافي من الصمود امام البارسا. طبعا اذا البارسا لعب بنفس التشكيل معي الاعاده هنا. ميسي من 28 متر، اولالا بين احضان بيتشي تألم امام خطافية. يريمينا بمتر و94 سنتيمتر كاد يفعلها ويدخل التاريخ بأن يكون أول كولومبي يشارك مع البارسا ويسجل أول أهدافه في أول مباراة رسمية. وصل لجوردي ألبا، جوردي ألبا مع ميسي، ميسي أوه. ليو استلمها من هنالك على الجهة اليمنى، ليو دخل بابا خطيرة من قبل فيليبي كاوتشينيو ولم يقدر. أنت كذلك لم تقدر ولم أقل لن. في الكثير من المرات استلمها سواريز لديمبلي، راحت كرة خطيرة ديمبلي.